وياكم خدمات السبحاني التكييف تقدم دارس نظري وعملي لأعطال الأكثر شهرة للمكيف. وإيش عندنا مشاكل في المكيفات؟ زين، بعضها معقدة وفي بعضها سهلة، يستطيع أي واحد مننا أنه يتناول هذه المشاكل، يقدر يحلها بنفسه. طبعا شكر وتقدير إلى جمعية العكر الخيرية والعاملين عليها وإلى حضوركم لإنجاح هذه الورشة المهمة جدا. طبعا الهدف الأساسي من هذا الأمر، زين، نظرا لأهمية المجال الذي سنتكلم عنه، إذ هو مصدر رزق، يعني اللي بيحصل له مثلا شغله يفتح له ورشة، زين، مصدر رزق. ومن ناحية أخرى موفر، حتى لو واحد مو لازم يفتح له مثلا ورشة، يمكن أن بدال ما أنا أخسر فلوس وأجيب لي ورشة تصلح لي، يمكن العطل شيء بسيط، زين، وبيخسرني 5 إلى 10 دينار، زين، فبدل ما أجيب لي ورشة أنا أقدر ويش أصلح هذا الشيء، زين، فموفر مال، وذلك لأن بعض الأعطال يمكن لكل منا أن يصلح ذلك العطل. طبعا عندنا في المكيفات واجد مشاكل، زين، نفس ما تكلمنا في البداية، بس بعض المشاكل، زين، سببها احنا. وإيش الأسباب اللي بسبتها يتعطل فيها وإيش المكيف؟ أحد عنده خلفية وإيش الأسباب؟ تفضل. أحسنت، ما تنظف الفلاتر. بعد أحد عنده؟ تفضل. أحسنت، سوء الاستخدام. بعد أحد عنده صورة إلى الموضوع؟ تسريب المياه من المشاكل اللي يتعرضون إليها. طيب، تسريب المياه هي مشهور المكيفات فيها المشاكل. بعد أحد عنده فكرة؟ طبعا الحين بنتناول أكثر مشاكل أو تعطل للمكيف شهرة. طبعا يمكن في مشاكل ثانية هيك استثنائية، يمكن ما تصير إلا على قولتنا عقب 10 سنوات 5 سنوات إلى آخره، بس في مشاكل إحنا كشعب البحرين نمر فيها بشكل كبير، منها أزل شيء تسريب الماء، والمشاكل كلها بسبة مثلا فلتر. مشكلة أن أنا ما أسرفس المكيف بشكل دوري، ما عندي اهتمام للمكيف بشكل دوري. هاي أحد الأسباب اللي تخليني يمكن بعض الأوقات أتكلف بالمال بشكل كبير، زين، وبعدين آخر شيء المشكلة وإيش كانت عندي بسيطة. مثلا سبيل المثال، يجيك واحد يقول لك أنا 10 سنوات ما نظفت المكيف، تجي إليه تبي تنظف له المكيف، يطلع عنده الموتور خراب، الكندنسر شبه تالف. وش الأسباب؟ أنه كان مثلا بيخسر من 8 إلى 10 دينار في تنظيف المكيف، بس بفرض المشاكل اللي تعرض إليها بسبة هذا الأعطال اللي جت جديدة بسبة التأخير وعدم الاهتمام، زين، فصار الحين بيكلفه فوق ال 50 دينار عشان يصلح الوحدة الموجودة عنده. طبعا نفس ما تفضلتم، عندنا أسباب واجد. وين ينزل أخوي؟ مو راضي. أوكي، زين. من الشائع أيضا ظهور مشاكل في التكييف المنزل تتمثل بضعف نسبة التبريد على المعتاد، وذلك إما بسبب التركيب الخاطئ للوحدة. بعض الأوقات المشاكل مو لازم أن تصير من عند المستهلك، لا، بعض الأوقات هي الشركة نفسها اللي جابت الإي سي يمكن ما ركبوه بشكله السليم. هي أحد الأمور اللي تصير فيه المشكلة. بعد، حيث ينبغي التأكد من عدم وجود أي جسم معيق أمام الوحدة أو خلفها من المرجح، انسداد، فلاتر، مكيف، أسباب إلى آخره. يقول لك إليك أبرز طرق تصليح مكيف المنزل عندما تقل كفاءة التبريد. زين، زين. عندنا طبعا من الأمور التي يصير فيها المشاكل، زين، في المكيف، ويش مثلا
انا اول ما تصير عندي مشكله في التكييف، اول ما اسويه اروح بس انظر اشوف هل طلع عندي رمز معين في التكييف في خلل. زين، لان كل رمز يدل عندي فيه على ان هناك مشكله. مثلا هل كانت هي مرتبطه بالوحده الداخليه او بالوحده ويش الخارجيه؟ لان عندنا احنا التكييف مرتبط بشيئين، كمبريسر وعندي الكندنسر اللي هو اللي يبرد. فاذا كان مثلا ايس الويندو يبين عندي انه مثلا في علامات معينه اهل الخبره يمكن يعرفونها بشكل اكبر، مثل عندنا تثليج شو اسمه البيبات وهالامور تدل عندنا انه في مشكله فوق او مشكله تحت. وكذلك عندنا بعض الرموز تطلع عندنا E1 E6 E2 E4 زين E5، كلها لها ادوار معينه تبين لنا وين المشاكل اللي يتعرض اليها ويش هذا المكيف. زين، فاحنا لابد ان احنا ويش تصير عندنا اقلها، يعني احنا عندنا في كل بيت على الاقل عندنا خلفيه نعرف ويش المشكله. مو يجي لي اي واحد زين ويقول لي هذه المشكله، يمكن مو هذه المشكله اصلا. ليش؟ ان انا ما جيت حصنت نفسي اصلا ان انا تكون عندي خلفيه زين وتصير عندي خلفيه في المكيف ولا اعطالها. زين، بعدين بيجي لي اي شخص اذا انا ما كنت اعرف هذه الامور، اي شخص يمكن يجي لي هندي غيره يمكن يقص علي. فانا من باب التحصين زين، نفس ما انا قاعد اتحصن دينيا وعقائديا وهالامور، لا اكون ويش على قولتنا فريسه سهله الى هؤلاء اللي يمكن ينتهزون الفرصه قدام ما يعرف انا باخذ عليه فلوس واجد، قدامه ما يعرف بدال اقول له كبستر اقول له كمبريسر. زين، هي واجد تصير المشكله كبستر، بدال ما يقول لك كبستر يقول لك كمبريسر، يكبر لك الموضوع عشان ياخذ فلوس اكثر، ويمكن يبدل لك السلعه اللي عندك، وفي النهايه اصلا السلعه مالك ويش صاحيه ما فيها شيء اصلا. بس لكن ان احنا ما عندنا خلفيه كامله في هالموضوع فقصوا علينا. زين، طبعا المفتوح بس ما اشوفه هذا ما ينزل كامل، شكله دشت الصفحه دايركت مباشره. فيها صفحه هي كامل نازله المفترض. زين، في المواصله اساتذه الكرام، طبعا عشان احنا ما نتاخر عليكم. زين، عندنا طبعا تسرب المياه. من اللي قال عندنا تسرب مياه؟ قال لنا في مشكله تسريب المياه. زين، تسرب المياه هي اكثر البيوت اللي عندنا مشاكل فيها. زين، طبعا عندنا عده مشاكل بسبتها يصير عندنا ليك ماي. اولا بسبب الليك الماي اللي يصير عندنا بعض الاوقات يكون الفلاتر ويش ما هي منظفه نفس ما قال اخونا. النقطه الثانيه ربما يكون هناك انسداد في ويش مجرى الماء. بعض المكيفات الهوز مال مجرى الماء يكون ويش في الخارج، تمام، في الخارج، فبالامكان اجيب لي مكنسه اشفطه واتاكد ان هذا المجرى فيه مشكله لو لا. النقطه الثالثه لا ربما مو هالمجرى، بعض الاوقات بسبه الحراره والضغط اللي يتعرض له المكيف ينكسر المجرى، هو نفسه ينكسر. زين، وانت تجي عن بالك انه هو ايش الوسخ اللي قاعد يطلع، هذا الوسخ هو المشكله فيه، لا مو الوسخ، طلع عندك انت لا مكسور. وهذا طبعا بتحتاج الى فني يشوف لك الموضوع. طبعا الشيء الاولي والثاني هاي ما بتحتاج الى فني، الثالث لا بتحتاج الى فني إن عشان يقيم لك المشكله ويقول لك ترى المشكله بهذه الطريقه. الشيء الثالث بعض الاوقات يثلج عندنا المكيف، اما ان فيه ليك غاز وصار التثليج. نحن عندنا طبيعه الحال هني معكوسه، عندنا في التكييف معكوسه، اذا قلت كفاءه التبريد يثلج عندنا الكندنسر الداخلي اللي هو الوحده هي الموجوده عندنا الداخليه. زين، هذه تثلج. زين، اذا صار تثليج وبعدين صار الجو حار وش بيصير فيه؟ يدوب الثلج.
اذا ذاب الثلج وش راح يصير فيه؟ ينزل لك تحت. انزين هاي النقطه الثالثه او الرابعه. المهم عندنا ايضا من المشاكل اللي احنا نتعرض اليها بسبتها تراكم الاوساخ. مثلا حين يجونك بعضهم ان الفتحه مو حاطين فيها فوم. هاي ماده نفس الرش تحطه في البيب او تحطه في الفتحه اللي خلف المكيف. زين هذه الفتحه اللي خلف المكيف لابد ان تكون محاطه بحمايه ان الهواء بارد له اللي يطلع من المكيف. شفت قلاص المايه اذا كان ماي بارد تطلع في الجو الحار يطلع فيه نداوه. نفس الشيء ترى يتعرض اليه المكيف. اذا كان ورا يجي هواء حار من برا، زين وهو قاعد ينزل ويش هواء بارد، زين فبيكون في نداوه بسبه هاي الموضوع. وانت بتقول ويش احتمال الاي سي بلا تنظيف، احتمال فيه وسخ، احتمال هاي من الاحتماليات اللي تصير فيها ناس واجد ترى يطيحون فيها. وهي المشاكل صايره ويش كثيره عندنا. فلازم انت تروح تشوف اذا كان في السطح تشوف الباب فيه فوم لا ما فيه فوم. ما عليك حتى لو مضروب تيب ما يغني، لابد ان ينضرب فوم. اذا ما انضرب فوم فبيتعرض الى هذا الامر. ايضا عندنا من المشاكل اللي يتعرضون الينا فيها سالفه التكييف. زين تنظيف الفلاتر والاوساخ جيدا، فحص مستوى الغاز. عندنا بعض الاوقات زين في على مستوى المكيف تجينا بعض المشاكل. زين الجليه ليس نظيف، امور طيبه. زين تروح له من ناحيه الغاز تمام، البرمجه بالريموت ممتاز، اموره طيبه. زين عجونا المشكله اخر شيء يطلع لك انه البلور الحين داخل هذا الوحده الداخليه داخل في بلور تفتر لونها ازرق او اسود، اي مهم شنو كان لونها. زين تقريبا طولها بهالحجم على حسب نوعيه المكيف. نفس هذا المكيف تقريبا تجيب هذه الطريقه. هذا المكيف نفسه فيه بلور. هذا وش وظيفه المكيف الحين الوحده الداخليه؟ هو نفس الفلتر، يفلتر لك الجو، ياخذ الهواء الحار ويعطيك بارد. فشنو هو وسخ موجود في الجو يقوم ويش يشفطه. زين وين بيتجمع؟ كله في هالبانكه والكندنسر. زين هذه البانكه كل ما زاد الوسخ فيها زين زاد ويش الثقل مالها. زين قبل اذا كانت تفتار 100 مثلا 100 سرعتها، بسبب الثقل اللي عليها صار 60 50. هذه قله الدفع اللي صار زين ما يتوازن ويا الغاز اللي يجي في البيبات، مما يجعل الاي سي يثلج ويطلع لك عندك مشكله. زين شلون انا الحين انا انسان ما عندي اجهزه ولا انا صاحب تكييف، زين شلون انا اعرف هاي المشكله؟ بالامكان شيء بسيط، تروح فوق الى الوحده الخارجيه. في عندنا بيبين للغاز عدد، بيب ضعيف وبيب متين. زين البيب المتين اذا شفته مثلج اعرف ان المشكله من ويش الوحده الداخليه. اما اذا شفت الضعيف هو المثلج اعرف ان المشكله خارجيه. زين انا هاي الامور ما اعرفها. شيء بسيط، تروح الى البانكا، الوحده الخارجيه في بانكا. زين تروح صوبها شوفها وش تطلع الهواء حار لو بارد. اذا بارد في قله كفاءه في التبريد، اذا شفته حار كفاءه المكيف ممتازه، فيب له صيانه بس شيء بسيط. تمام. طبعا هي بعض الامور. زين انا جيت في بعض الاعطال لا عندي تثليج ولا شيء، ما شفت ان الاي سي ما يشتغل. هذا الاي سي اللي قدام ما يشتغل، يعني هاي الاعطال كلها ما هي موجوده. بعض الاوقات شغلتها بسيطه وانا اجيب لي ورشه وياخذون علي 5 الى 10 دينار فيها. والمشكله اصلها من يا من السويتش مثلا وصل لمرحله داب الواير زين وانفصل. زين وبعض الاوقات يجي ينفصل عاد بعد يضرب لك ويش الترب، يعني يطيح لك الكهرباء. زين هي من احد الامور. زين اذا بطلت انا البلاك ما طلعت المشكله من البلاك، اروح لشنو؟ للبريكت اللي هو عندنا الدي في.
الدي في بعض الاوقات خاصه في وقت القيض يكون حرارته جدا مرتفعه. هذه الحراره المرتفعه والعبء اللي يصير عليه زين يصير ويش مثلا البريكت هي الحبه الاون والاوف زين بعض الاوقات الشير ان هي تنزل بس ما هي نازله كامل. زين فانت تقول هاكو صاحي هاكو كذي زين كامل هي الامور. انت اول ما تبدي تروح الى الدي في تشوف وش موضوعه. اذا شفت هالدي في شغاله امورها طيبه تجي الى السويتش زين تشوف الوايرات سليمين. اذا شفت الوايرات سليمين وكذلك الدي في اموره طيبه فاعرف ان في مشكله داخل وش المكيف. احنا وش وظيفتنا في التكييف؟ زين مو كل مشكله بتطيح عليها بشكل مباشر، مستحيل. يعني لازم وش بسوي دائره كل مره تضيق عشان تصيد وش المشكله. بعض المشاكل معقده زين بس شلون تصيدها؟ تقلل بتعرف المشكله بعدين هل هو من الدي في او من البريكت او من الوحده الداخليه او من الوحده الخارجيه. طبعا الشرح هذا واجد مطول. في عندنا هذا الحين عطل في منظم الحراره او الترمستار. شوف هاي من الاعطال اللي احنا الحين عندنا مثلا زين عندنا عطل في الترمستار. الترمستار هو واير تقبعه وتركب غيره. احسن واير يكون في الكمبيوتر ومتصل في الكندنسر. زين هذا يعطي اشاره الى الاجواء الموجوده احنا فيها. انا مثلا منظم في المكيف درجه الحراره كم 22 امبي هني الجو يصير سكيمو 20 18 هي. هذا وظيفته الترمستارت انه ينظم ويش شو اسمه بروده المكان. وقت يوصل المكان الى الدرجه اللي انا انبيها يعطي اشاره للكمبريسر وقف. هذه وظيفته. وقت يصير في خلل هذا الترمستارت تشوف مره يشتغل ومره يبند، مره يشتغل ومره يبند، تشوفه على غير طبيعه التكييف الطبيعي. فاعرف ان في خلل في الترمستارت وله اشاره بنتناوله بعدين. عندنا تلف واقي الحمل الزائد. زين مثلا عندك اللي هو شو اسمه البلاك. زين الامر الذي يؤدي الى فصل التيار الكهربائي اللي تكلمنا عنه اللي هو ايش الدي في. زين تلف المكثف الكهربائي المسؤول عن تخزين الطاقه الكهربائيه اما فيها يخص تصليح المكيفات المنازل او تعطيل الكمبريسر. زين طبعا هني هي بعض الاعطال شوي معقده تروح للورشه بشكل مباشر افضل. زين انزين الحين مرت عليكم ما شفتون الا في ريحه في المكيف. من وين جايه هالريحه؟ والسالفه بعض الريحات تقول هي كالنوايرات محترقه اشياء. معظم الاوقات يكون بعض الاوقات الوايرات ضعاف. بعض الاوقات يعني في التركيب لان لابد ان يكون الواير اللي بيركبونه في التكييف لابد انه يكون يتحمل ضغط المكيف نفسه. زين فبعض الاوقات يجيبون لك وايرات مثلا ما يتحملون فيقوم ايش الواير شوي شوي يحر وش يصير فيها استاذ؟ يدوب. فاذا داب بلاستيك له فيقوم يطلع ريحه. زين اذا طلع الريحه انت وش دراك من هالموضوع؟ زين فما تدري فتقول انت من تشم هالريحه سيدي بند السويتش. هذا شيء روتيني. سيدي روح بند السويتش ريحه وايرات. لا تسكت لان في احد الحالات اللي جتنا واحده شمت ريحه الوايرات راحت ظنها انه في حريق او شيء بسيط او هي ما تدري من وينه بس شمت في المطبخ يعني راحت بتجيب الماء ما جت المطبخ كله احترق لان هذه كهرباء. فمن تشوف هاي الحاله من باب السفتي الي والى اسرتي والى عائلتي يصير وش اسوي؟ ابى ندلس وش سفتي ابى نروح في الاحتياط وبعدين اروح اشوف وش سالفه هذا. لان الحين انا عندي فرصه وايش ابند بعدين يمكن ما يصير عندي فرصه ان هي بس راحت جابت ماء يعني ما راحت جابت راحت وطولت او شيء راحت بس جابت ماء واحترق لها المكان. زين عندنا ايضا ايها الاحبه في عندنا مشاكل كثيره في التكييف بس ولكن في بعض الاوقات احنا
لازم نجيب ورشه. يقول لازم نجيب ورشه. اجابه الورشه مو في كل وقت. وقت الامور تكون ويش فوق على قولتنا تحملي انا ان انا اقدر اسوي شيء. بعض الاوقات خيابه مني انا ما بنظف الايسي. بعض الاوقات لا، انما انا اشوف روحي مؤهل الى التنظيف. اذا واحد شاف روحه صدق مؤهل للتنظيف لا ينظف، لان هذا ايس مكيف في كهرباء. اذا ما كنت تعرف عندك خلفيه في التنظيف زين يمكن تعرض نفسك واهلك الى الخطر، ان هذه كهرباء الفولت ماله جدا مرتفع. احتمال ويش على قولتنا تروح من الدنيا اذا ما كنت تعرف الى حيثياته. هو خطير، بس ولكن انه في من جانب اخر اذا انت انسان معتمد على السيفتي، عندك الامور الطبيعيه وهالامور، امورك طيبه جدا. طبعا عندنا انبعاث الرائحه في المكيف من الامور. الفلتر نفس ما قالوا الاخوه. استخدام البخور. البخور احنا واجد مشاكل، يعني مثلا ازد امهاتنا يحطون بخور ويتعشبر المكان يصير كله بخور والايسوه شغال. زين وقت اللي هو شغال وش بيسوي هذا الايسي؟ قلنا عنه فلتر. يقوم وش يسوي؟ يشفط هذا ويتراكم يتراكم ويطلع منه بعد الريحه الكريهه. من الامور بعد ايضا عندنا اللي يشرب سجاير هالامور، وقت اللي مثلا يبند وش المكيف عشان لا تطبع ريحه الاشياء مثلا البخور او شو اسمه او السجاير كلها في وينه في المكيف. عندنا ايضا سالفه اللي هو الخمام. واحده تجي تكنس وهالامور هذه وقت الكناس زين بعض الاوقات يتطاير الوسخ. زين اذا طاير الوسخ على ارتفاع فمن هو اللي بيستقبلها؟ المكيف. طبعا اشياء واجد يصير فيها اعطال. عندنا تراكم الاوساخ على ملفات التبريد اللي هو الكندنسر هو نفسه زين هو اللي يتراكم عليه. ونراويكم بعدين له صوره. زين عندنا خلل في ترشيح المياه. ما تشوف الماي قاعد يصبب اليك من وينه؟ مكان التبريد. مكان التبريد هو نفسه زين اللي هو يطلع لك الهواء، مكان مجال السوينج هو نفسه اللي قاعد يطلع لك ماي. زين هذا الخلل مشهور عندنا طبعا ومعظم المنازل تتعرض اليه، بس الحل مالها زين اما ان تجيب لك صيانه عشان ينظفون لك المكيف، او انت بنفسك تقدر تسوي هاي الشغله. تقدر تشوف البيب المجرى مال الماي وين زين، اذا كان في الخارج اشفطه وانتهى الموضوع. زين طبعا عندنا المياه الراكده داخل المكيف. وش الاسباب اللي تخلي المياه راكده في المكيف؟ زين الحين مثلا اذا كان الاسلوب مال الماي في هالجهه الجهه الثانيه من اليمين في المكيف. زين اذا كان الحين مثلا نعتبر هذا الحين المكيف، الحين الماي في هالجهه وخارجين له من هالجهه. زين اذا كان هني مرتفع فالماي بيجي لوين؟ الى هني. هذا خلل طبعا في التركيب يصير. زين لكن اذا كان هني مرتفع الماي بيروح يتجمع لك في المكان الثاني. زين هذاك ما بيطلع الماي، واذا الماي بقى في مكانه وش راح يصير فيه؟ طحالب، يصير فيه شوائب، يجمع فيه وسخ، يجمع فيه هاي الامور. وبعدين وش راح يصير؟ اقل وسخ يجي الى المجرى انه فتحه الماء شيء بسيط، فاقل مجرى يطلع وياها الوسخ فيجور عليه. طبعا هي احد الاسباب منها الماء الراكد وغيره. زين الحين وصلنا الى رموز التعطيل. ايه رموز التعطيل. طبعا رموز الاعطال في تنظيف في نظام التكييف وكيفيه فهمها واصلاحها. طبعا هي مشهوره، طبعا مشهوره، بس الحين طبعا في اياسي جدا نزلت على مستوى التكنولوجيا الحين موجوده في البحرين. يمكن تختلف بعض الرموز، يمكن ايوان مو هذا المقصود ماله، بس ولكن معظمهم هذا المقصود. رمز مثلا الاي 1 يشير الى مشكله في الفلتر، يعني يقول لك ويش من يطلع لك اي 1 يا فلتر او عندك مشكله في ويش تدفق الهواء. الهواء مو قاعد يمشي بشكله السليم، يطلع لك هواء متقطع. وش يسوي؟ يطلع لك صوت كذي
بهالطريقه. من تسمع هذا الصوت اعرف اما مشكله عندك في الفلتر زين، او عندك مشكله في التدفق الهواء، فانت تروح تفتح بس الباب تشوف ايش المشكله. هي صعبه؟ ما هي صعبه، احط لي درج وافتح لي المكيف، اذا كانوا الفلاتر وسخين اروح انظفهم، بجيب لي ورشه بيكلفني مال زين. فيجب فيقول لك ويش، فينصح بفحص وتنظيف او استبدال الفلتر والتاكد من تدفق الهواء. زين، عندنا رمز الخطا E2 يشير الى مشكله في مروحه التبخير، يجب التحقق من حاله المروحه واصلاحها او استبدالها اذا لزم الامر. يعني عندنا احنا هني في نفس ما قلت لكم في يسمونها هي البلور، هذه المروحه بلور. زين، هذه البلور الداخليه اذا ما كانت نظيفه بشكلها السليم وش راح يصير؟ ايه، على قولة نظيفه فبيكون قله في التدفق في الهواء. يمكن مرت عليكم في بيوتكم زين ان مثلا تشوف مره واحده قلت نسبه الدفع مال الاي سي، وانا حاطينه على اعلى درجه في الدافع، بس ما هو شو اسمه قاعد يدفع والجو حار وباه يبرد لي، اخر شيء المشكله تكون وين؟ فهي البلور المشكله فيها المروحه. عندنا رمز الخطا E3 يشير الى مشكله في المبخر او التجمد الزائد. يعني الحين مثلا نفس ما قلت لكم اذا ما كان الدفع سليم في الهواء فبتشوف ان الكندنسر قاعد يتجمد عليه الثلج. زين، اذا تجمد الثلج يعني ما في هواء يدخل، يعني مشكله بيصير عندي في الدافع الهواء. طبعا في صور بتبين لنا بشكل اوضح. رمز الخطا E4 يشير الى مشكله في وحده الكمبريسر. من تشوف E4 روح سيدي المشكله تكون ويش؟ في الوحده الخارجيه. زين، اما بتحصل كبستر، اما مثلا الريلي. زين، طبعا الكبستر هذا الكبستر ممكن مر عليكم او شفتونه. زين، ايوه، زين، هذا كبستر. زين، هاي معظم المشاكل تصير من تشوف الاي 4 هاي مشكلته، او يطلع لك ريلي في له صوره هني بعد ما نشوفها. زين، هذا رمز الاي 4، فانت تباشر اليه في التصليح. يعني اما اذا كنت انت عندك خلفيه تفضل. هي تجي لك في الشاشه، شوف الحين مكتوب هني مثلا في الشاشه استاذي، في شاشه الكمبيوتر المكتوب فيها 20 او 30 او انت الرقم اللي حاطينه. اذا صار في خلل يطلع لك رمز احد هذه الرموز زين، احد هذه الرموز يطلع لك اي 5 اي 4 اي 3، فانت تعرف ويش مشكله هذا المكيف. زين، بعد شو اسمه اذا اكتشفته انت زين، طبعا تروح الى الكتيب، في كل مكيف يجي ويش الكتالوج ماله، تشوف ويش المشكله اللي فيه. زين، نزل تحت اخوي. طبعا في 6 الاي 5 يشير الى مشكله في حساسيه درجه الحراره اللي هو الترمستارت. هذا الترمستارت هو نفسه اللي فيه المشكله. محمد شكلك هذه الصوره، هذا اللي هو قلنا عنه ويش الريلي. هذا شنو هو الريلي؟ زين، فبعض الاوقات تصيدك مشكله، زين، مشكله في الوايرات او في التركيب او كل هي الامور. زين، فهذا انت صور الريلي شلون مركبين الوايرات، بس يفضل انه يكون واحد خبير يعني في الكهرباء، ان بعض الاوقات هم يحتفظون في شحنات كهربائيه وقت انت تروح تبدله. زين، تروح تقبع الوايرات وكل شيء وتروح تلمس بالغلط. هذا فيه على قولة الناس يحفظ الشحنات شوي، الجوده ويشوط يعني يهزك هزه يعني. فاذا ما كنت انت محصن نفسك فزين ان تحمل اياك ويش تسار. احسن، هذا السكرو انه هو يفرغ الشحنات وتتاكد في كهرباء لو ما في كهرباء. زين، طبعا هاي النقاط. الصوره اللي بعدها. زين، طبعا هذه الوحده الخارجيه. زين، واجد مشاكل تجينا ان عندنا ضعف في التبريد. زين، ممكن رحتون فوق في الاسطوح زين تشوفون ان هني واجد مكانها، شوف الكندنسر
كله وسخ كله وسخ. زين هذه الامور الوسخه الموجوده هنا متجمعه، زين فصارت هي نفس الشوائب، والاي سي بدال ما يعطيك كفاءه في التبريد بسبه ان هذا مو منظف يعطيك وش قله في الكفاءه في التبريد، وانت عم بالك الاي سي خراب او في خلل بس بلا رشه ماء. زين طبعا هذا الوحده الخارجيه. اللي بعدها طبعا هي المشاكل المشهوره عندنا اللي فوق الفلاتر. طالع هذا حل المكيفات اللي اشتغلنا عليه اول ما بطلناه، يقول اتصل لنا يقول دايخ انا الجو حار تعالوا لي صلحوا المكيف. جينا اليه الا فلاتر يبى لهم بس تنظيف. زين طبعا نكمل بعد تحت في الصوره. زين هذه الصوره قلنا من شوي بعض الاوقات يصير في تثليج في الكندنسر الداخلي. شوف هذا رافعين احنا الفلتر طالع بسبه ان اذا اقل التبريد في الاي سي زين يصير في تثليج. هذا التثليج وش سببه؟ احسنت شاطر احسنت. بعد اما قله الغاز. زين بعد عندنا البانكه اذا كانت وسخه مو قاعده تعطي دفع كفايه فما يكون متوازيه على الغاز اللي يجي على البيبات. زين اللي بعدها ايه شوف عندنا بعض المكيفات احنا نقول يطلع لنا رمز E4 E2. انزين هذا مكيف ما في شاشه. زين وش نسوي له؟ زين شلون نعرف المشكله؟ عندنا الليتات، عندنا ليت اخضر عندنا ليت احمر. هذا الليت الاخضر مال الكمبريسر اللي فوق، فمن يصير عطل هذا الليت الاخضر يختفي ويقوم الليت الاحمر يولع نفس على قولة دينجره. انت تضرب دينجره الحين يبند يشتغل ليسي شغال بس ولكن يبقى بس هذا شغال الليت الاحمر فيعطيك اشاره يقول لك ترى انا في خلل. زين طبعا هذه المكيفات اللي ما فيهم شاشه هي بعضهم طبعا هذه الطريقه مثل شركه البيرل هذه مشكلته في هذا الموضوع. اللي بعدها طبعا نفس ما قلت لكم من شوي انه شلون تطلع عندنا الايرور او العطل. من شوي قلت وين يبين طالع هذا احد المكيفات طالع فيه ويش اي 6. اي 6 طبعا هذا خلل الكمبيوتر. فهذا الاي سي اكو سمارتك من تشوف الاي 6 يعني في خلل في الكمبيوتر يبقى له تصليح الكمبيوتر. زين بعضهم لا يطلع لك اي 7 اي 8 اي 9 اي 9. زين طبعا كل واحده على حسب الخلل اللي فيه. هل اذا طلع لك اي 9 يمكن الكمبيوتر اللي تحت او يمكن الكمبيوتر اللي فوق حسب البرمجه او الكتالوج الموجود عندك. طبعا هذا مشهور المكيفات الحين قلوا ما في كلهم فيهم شاشه حين يجون ويعطيك الايرور ان في خلل. تمام من تشوف هذا الخلل هني لازم بتحتاج الى ويش تتصل الى مال الصيانه عشان انت تعرف وش الموضوع. زين اذا عرفت انت وش الموضوع بالامكان انت تصلحه او انت ما تقدر تصلحه تعطي مال الصيانه هو اللي يصلحه. اللي بعده اخوي طبعا عندنا مشاكل البريكت اللي قلنا عنها من المشاكل احنا الظاهره عندنا ان انت تشوف لي اسمر واحده مبند ما يشتغل. هاي تكلمنا عنه سابقا ان مشكلته اخر شيء ان هي الاون والاوف هي نازله بس عليك انت ترفعها بس. اللي بعده اخوي طبعا هذا احد الاجهزه. طبعا احنا قلنا من نراويكم بعض الاجهزه اللي احنا نستخدمها في التكييف. لو صار عندك نقص غاز او شيء بالامكان انت تشحن لروحك بس اذا صار عندك خلفيه شلون انت تستخدمه. طبعا مو كل من يجي يقدر يشحن انه له نسبه معينه لا يزيد لا يقصر وهالامور. لازم يصير عندك خلفيه وش نوعيه الغاز اللي انت تحتاجه. ان في مكيفات الغاز الجديد ال 410 الغاز القديم ال R22 زين طبعا يختلفون من مكيف الى مكيف. طبعا هذا جهاز التعبئه زين عشان تعبي من السلندر الى المكيف. اللي بعده اخوي عشان يجي محمد بعده.
زين الحين هذا احد عينات، الحين بنساله الحين، هي جايبينه من شوي في الكلام اللي كان عنده الصوره. الحين اذا شفنا قلنا عندنا اذا كان التثليج في البيب المتين زين له شيء معين يدل، واذا شفنا البيب الضعيف يدل على شيء معين. يلا نجاوب، نعطيه مطارة ما. تفضل. احسنت 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 استاذي. وش كنت بتقول اخوي؟ نفس احسنتم. طبعا ها خلاص بنعطيه الجائزه. الله يعطيكم العافيه. طبعا نفس ما قلت لكم، اذا شفتون اذا انت الحين صار عندك تثليج او قله كفاءه، انا بكتشف المشكله من فوق الوحده الخارجيه لو من الوحده الداخليه. اروح فوق اشوف البيبات، اذا شفت هذا البيب يعني الاي سي من الوحده الخارجيه. زين اذا شفت اللي فوق يعني عندي المشكله وينه؟ تحت. خلاص بعد خلاص ما يحتاج اروح فوق، سيدي اروح حق اللي تحت اشوف وش موضوعه. طبعا اخونا يشتغل على المكيف. طبعا انت قبل لا تستلم المكيف لابد ان انت وش تكون عندك خلفيه في صيانه التكييف. زين مو اوصل واخبط واشوف في النهايه ان انا ما اعرف شلون اصلحه او شلون انا قبعته زين شايف اركبه. لابد انت تصير عندك خلفيه عشان انت يصير عندك روتين في استخدام وتصليح هذا المكيف. طبعا هم المكيفات اللي احنا صلحناهم زين كان جدا وسخ، واجد وسخ، يمكن شفتونه فوق كان واجد اللي هو الكندنسر عليه وسخ وكل شيء والفلاتر وغيره. زين بس ولكن نظفناه كل شيء وصار بهذه النظافه. فهو يحتاج اقلها المكيف مفروض كل 6 اشهر يتنظف، بس احنا على وضعنا في البحرين قد ما نقدر اقلها سنه، كل سنه عمليه سنويه. زين افتر على المكيفات اشوف اي هو اللي بليه صيانه اي هو اللي بليه تصليح الى اخره. اللي بعدها اخوي هذا الحين طبعا قلنا الاي سي ديسبليت زين اعطاله قلنا يا فوق او نشوف البيبات. زين يجي لنا اي سي ويندو، ثلاجه البيت احسن. زين طبعا يحبونهم البحرينيين ياسي الويندو. طبعا هذا المكيف الويندو اذا شفته نظيف هالشكل اموره طيبه تتاكد من برودته. بس اذا كان في خلل في الترمستارت، هذا شوف هذا يسمونه ترمستارت، هذا الترمستارت هو اللي يضبط التبريد والتشغيل للكمبريسر. فمن اعطاله روح للصوره اللي عقبها تحت، طالع هذا مفلش كامل. زين هذا فلش كامل الحين يعني الحين الغاز قاصر لوش؟ لا هالغاز مو قاصر، شوف النظام هني غير. من تشوفه مثلج هالشكل هذا الترمستارت هذا راعي المشكله، لانه هو ايش سوى؟ خلى الكمبريسر على طول يشتغل ومو عاطنه اشاره يقول له وقف. انه وظيفه الترمستارت وش؟ تشغيل تبنيد. زين فمن تشوفه بهالطريقه اعرف ان الترمستارت فيه مشكله. زين فهذه بس بدايه تبريد. لا يجي مثلا واحد يقول لك غاز وما ادري شنو كبستر وهالامور. زين في اذا كان فيه ليك ما يكون تثليج عليه كامل، ما يثلج كامل، يثلج لك بيب بيبين ثلاثه، هي بيدل عليك انه هو فيه ليك. من تشوفه صفيحه كامل ثلج اعرف ان المشكله في الترمستارت. تمام. هذا طبعا المشهور، يمكن في مشاكل اخرى هذا طبعا تقنيه يبليها، بس ولكن مشهور الامور تشوفها بهالطريقه. الصوره اللي عقب اي احسن. زين طبعا هذا مبدلين له اللي هو الكونكتر هذا او الكونكتر او الريلي. زين هذا الريلي صار عنده خلل، زين جينا اليه محترق، هذا الريلي محترق. زين بس شلنا الوايرات وركبناهم. الكبستر نفس الطريقه فيه وايرات. زين اجيب الجديد واجيب هاكو القديم موجود وفيه الوايرات، وين الاسامي نفسها احطها في نفس المكان. بس هذا نفس ما قلت لكم يعني لازم واحد يكون عنده شويه خلفيه في الكهرباء
مو يروح يلمس ويش وبس ويشوط عليه واير او شيء ويتاكد من ان الكهرباء مبنده. اللي بعدها هي طبعا من الفلاتر اللي على قولتنا صارتنا فيها مشاكل. يمكن طالع له تجي مثلا واحد يناديك مثلا من سار، احنا في العكر ناس في سار تروح لهم اخر شيء مشكله ويش فلتر، هو كان يقدر ويش هو بنفسه يخلص لك الشغله. كمل اخوي. زين هذا الترمستارت اللي يكون فيه الخلل بعض الاوقات اللي يخلي لك الصفيحه كامل مفلجه كامل، هذا اللي اسمه مفلج. العقب شوف البلور عندنا، هذا البلور هي الوحده الداخليه، هذه طالع شلون الشوائب شلون عليها، يعني مصيبه. يعني هذا اولا اكبر ضرر صحي يعني يتعرض اليه الواحد. ليش؟ لان هذا يفلتر الجو، ما دام ينزل عليك الهواء زين قاعد يعطيك هواء ويعطيك الوسخ وياه مره واحده. وين منو اللي بيستنشقه؟ انا، انت، ابوي، امي، اختي، اولادي هم اللي بيستنشقونه. فتشوف اصحاب هالبيت مو ما يصحون، يا زكام يا سخونه يا زكام يا كحه، واخر شيء بسبه ويش مكيف. انا عندي واحد من المؤمنين صادته المشكله زين، يقول اولادي ما يصحون، كل ما اوديهم مستشفى يعطونهم ادويه وردون يمرضون. زين اخر شيء قال وراح استشاري في خاص، قال لي روح نظف الاي سي مال المكيف، نظف الاي سي. راح للصق بهالطريقه وسخ زين، نظفوا اولاده وامورهم صحتهم صارت زينه، لان هذه شوائب بكتيريا. هاي الامور من هو اللي بيستنشقها؟ انا، اختي، ابوي كبير في السن، امي كبيره في السن، فبيتعرضون الى مشكله صحيه. غرقنا الوقت. ايه تمام. طبعا هي كندنسر اللي هو شو اسمه الداخلي، رفعنا الفلتر. شوف احد الامور انه هو طالع شلون الاوساخ متراكمه. هذا صار له تقريبا 10 سنوات، هذا المكيف صاحبه قال لي تعال شوفه. اخر شيء طلع وسخ بهالطريقه. الموتور زين داخ خلاص ما فيه باور يدفع زين، فكان التنظيف ب8 أو 10 دينار، بس بسبب هي الاعطال خسر فوق ال50 دينار ويا الموتور والتصليح هي الامور. ايه اللي بعدها طبعا هي الوحده الخارجيه زين. طبعا الوحده الخارجيه هي طبعا الكمبريسر، هذا الريلي، هي وضعيه، هاي البانكا. بعض المشاكل زين الاي سي اموره طيبه، بس مشكلته في البانكا، يا من الموتور انه ما يمشي سريع، فاحتمال ان الكبستر المرتبط به مو قاعد يعطي كهرباء بشكل الطبيعي، او بعض الاوقات يتكسرون دلين الاجنحه. اذا تكسروا الاجنحه وش يصير فيها؟ خلاص هذه وظيفتها. شفت الحين لديتر السياره البانكا وش وظيفتها؟ تبرد على الماكينه، هالايل يبرد على الماكينه. زين وش اللي يبرد على الكمبريسر؟ الجو 40 درجه الحراره زين وهو يشتغل وهو قاعد يطلع لك بروده، لا يبرد عليه البانكا ويا الكندنسر اللي في الخلف، هذا يجيب هواء يبرد على الكمبريسر. اذا صار خلل فيها فتشوف ويش نفسه المكيف قلت كفاءه برودته، مو بس بعد قلت، احتمال بعد ما فيه ولا بروده. واخر شيء المشكله ان البانكا متكسره. احسنت. واذا ما تلحق عليه وتروح تشوفه احتمال الكمبريسر بعد يقول لك مع السلامه، يقول لك انا قدمت اللي اقدر عليه. ايه فمن كذي بعض الاعطال زين ان احنا ما نهملها، لان الكمبريسر اذا اخترب يعني يبلك اقلها فوق 80 دينار عشان انت تدفع هالاي سي. العقب شوف من الاعطال عندنا هالوايرات يحترقون. من شوي قلت لكم ان بعض الاوقات وايرات يحترقون بسبه ويش الحراره، والكمبريسر حار، الجو حار، يعني نفس البحرين خلاص من زود الحراره يدوخ الواحد. زين احسنت. بعض الاوقات الواير مو مركب بشكله السليم لوز، بس دلين عاده يتركبون بشكل سليم، بس ولكن مع الحراره مع الوقت
زين يكون ويش الكفاءة المكيف شوي شوي بعد كل شيء له عمر. زين نفس ما احنا لنا عمر نروح، بعد كذلك هي بعد الاشياء الاستهلاكيه بعد لها عمر وتروح. زين في بعد صوره عقبها اللي هو واير مفصول. زين هذا الواير مفصول، زين وش اللي فصله؟ نفس الطريقه، نفس ما قال الاستاذ انه كان طالع لوز في ويش في شو اسمه الشبصه. الحين هذا الواير له، زين الحين في الكونكتر نفس ما تفضل، زين صار فيه لوز مو شابصه بشكلها السليم. زين فقام يحر اخر شو احسنت. زين هذه المشكله يمكن تسبب لك مشكله كبيره، لان هذا الواير احتمال يمشي على وينه؟ على الحديد، وتجي انت يمكن فوق تنظف او شيء، او لا سمح الله عندك جهال او شيء يلمسون الموقع بالكهرباء يشوت لك الجاهل. ففي بعض الامور جدا مهمه ان احنا ما نهملها، يعني من نشوف في خلل سيدين مباشر نحاول نصلحه. لا سمح الله يصيد هذا الطفل، انت تروح تنظف ترش ماي يجي على الواير هذا يمكن يشوتك انت بالموجودين فيعرضك الى الخطر. بعد اللي عقبها اخوي. زين هذا طبعا بانكه مكسوره، من شوي قلت لكم بعض الاوقات البانكه مكسوره تتكسر. زين اذا انكسرت البانكه، زين سيدي ابند الاي سي، لا تخلي الاي سي شغال. يعني طبعا بعض الاوقات تشوف كفاءه ما شفت المشكله من تحت روح فوق، اذا شفتها بهالطريقه سيدي وقف الاي سي وبنده. زين جيب لك مال الصيانه خليه يبدلونها اليك، لان اذا خليت الاي سي شغال احتمال موازنه الاي سي تخترب، الكمبريسر يخترب، فبيكلفك بشكل كبير مصرف مادي يمكن انت ما كنت مستعد اليه اصلا. يعني على مستوى رواتبنا انت يمكن حاط في بالك ميزانيه معينه للتكييف 50 الى 60 دينار يكلفك بس بروحه، هذا الاي سي 80 دينار، فتختل ميزانيتك. هاي الامور. ابو فاطمه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا بعد ما بضيف شيء على أخونا ملا جعفر، بس يعني نبي نستفيد من إن هذه الشغلة باب رزق، ورب العالمين قادر يرزق كل إنسان، بس لازم الإنسان في نفسه يسبب لنفسه أسباب الرزق عشان رب العالمين يرزقه. أول بداية أنت ما بتقدر تشتغل برا، كنتوا الحين عرفتون يعني موجز أو رؤوس أقلام. في البدايه انت ما بتقدر تشتغل عند احد لان انت ما عندك الخلفيه. فاول ما تبتدي تنظف المكيف اللي في غرفتك، كل واحد ينظف المكيف اللي في غرفته، حس روحه انه مثلا تمكن ينظف مثلا المكيف اللي في الصاله. اول ما تبتدي على عائلتكم. احنا بعد يعني بنعطيكم الى كل واحد اليه اي سي مجان في بيتهم، على اساس ان احنا نجي نعلمك وانت داخل البيت على اي سي من عندك، لان على اساس ان انت مثلا تصير عندك الجرأه. اذا انا مثلا بجي بشغلك مثلا عند بيت كاستمر، لو يخترب انت تغربل، بس اذا انت مثلا مالك الشيء حتى لو اخترب نقدر ان احنا نصلحه. وحتى لو انتم، انا اقول لكم تجرؤوا، وحتى لو مثلا انتم اشتغلتون وخربتون وخطأتون لا توقفون، احنا بنكون ظهر وياكم. اي مكيف مثلا يخترب عندكم تواصلوا ويانا، قول لنا مثلا ترى انا اشتغلت ولكن صارت عندي هالخطا. يقول لك اللي ما خطا في حياته يعني هو ما تعلم شيء جديد. انت صح بتغلط، بس العيب مو في الغلط، العيب ان الانسان يستمر في الغلط. انت اليوم بتغلط باكر بتعرف ان انت مثلا هاي الشغله سويتها وديك المره مثلا صارت لي هالمشكله، اليوم لازم انا اتفاداها، مثلا ما اكسر هالشغله، احاسب مثلا الى الشغله مثلا اللي انا جايب ابي اشتغل فيها. زين الادوات اللي انت مثلا بتحتاجها حق تشتغل، تحتاج سيستر وسكروب باربعه، سكروب نفس هذا بتشتغل. يعني هاي الاشياء الرئيسيه اللي تكون متوفره، يعني مو مثلا بتجيب لك اشياء من برا، اشياء موجوده عندك تقدر مثلا انت تشتغل بها. مثلا انت الحين مثلا صارت عندك المشكله، لا مو مباشره مثلا ان انت مثلا تروح وتحاوز في الاي سي. اول شغله تشوف الاي سي مثلا، تتاكد من الريموت،
زين شفت الاي مثلا اغلب الاشياء اللي تصير انه مثلا الاي سي ما يبرد. وش اول بدايه تسويه؟ تطالع الاي سي وتشيك الريموت، شفته مثلا ما يبرد تروح فوق تشوف مثلا هل الماكينه اللي هي الكمبريسر تشتغل او ما تشتغل. حتى لو تشتغل بعد فيها بعد شغلتين، ربما الكمبريسر مبند والبانكه تشتغل، انت تشوف البانكه قاعده تشتغل ولكن اذا الكمبريسر ما اشتغل انت ما تستفيد. زين الكمبريسر شلون تعرف انه مثلا اشتغل لو ما اشتغل؟ الجوده مثلا تشوف مثلا هل فيه رجه، اذا فيه رجه معناته انه شغال، انت تشوف البانكه شغال. زين شفت مثلا ما في رجه او مثلا يمكن هو يشتغل، تشيك الهواء نفس ما اخونا جعفر تفضل، تشيك الهواء اللي يطلع هل هو حار او بارد. اذا بارد يعني معناته ان المشكله اذا بارد يعني معناته انه هو الغاز ماله ما هو يسمونه يعني مو يعني في ليك. اما اذا حار يعني معناته انه يشتغل ولكن عندك بعد مشكله ثانيه. زين الحين هذه الغاز يجي له ارقام، كل مكيف في قدام وفي جداد. المكيف القديم يركبون له الغاز القديم، هاي الغاز القديم اللي هو الغاز الاخضر، هذا السلندر الاخضر، هذا تعبيه كم الرقم اللي انت تخليه. ولازم بعد تفكرون في شغله ما تنسونها، ان تعبئه الغاز في فتره الصيف الرقم غير وفي فتره الشتاء الرقم غير. فتره الشتاء تعبي بس 50 55 لانه اوريدي الغاز متجمد من زود البروده. اما اذا في فتره الصيف يكون الغاز متمدد فلازم انه تعبيه فوق ال 65. وفي بعض المكيفات اذا الضغط مال المشوى تعبان حتى 75 يوصلون. هذه قلنا كم تعبيه 60 وفي الصيف يكون 50 او فوق ال 50 وفي الصيف يكون فوق ال 60. زين بنجيب لكم الحين الغاز الجديد، هذا اللي هو الغاز الجديد الوردي. هذاك الاخضر 22 رقمه R22، هذا 410 ال 410. هذا كم متعبي؟ هذاك قلنا 60 له، هذا دبل 120. وفي الصيف فوق ال 120 توصل حتى ساعات 130 بعد. زين اذا شفت اغلب المشاكل اللي تكون في هالاياسي الجداد مشاكلهم بسيطه. من يكسر الغاز شوي وش يصير؟ تصير البانكه تفلت عليك ماي نفس الرداد. من تشوف كذي معناته انه انت بتروح فوق بتشوف له الصغير الثاني. اذا مثلا الغاز هو ما يكسر واجد، يكسر مثلا يصير 190، هاي الارقام اللي تكسر، هذا ما يكسر واجد، النوردي هو معبى دبل. وهي وش المشاكل اللي فيها؟ يعني ما اقول لكم انا الغاز القديم افضل، الغاز القديم لانه يكون الضغط ماله يكون قليل فما تصير عندك مشاكل، ما تصير عندك ليكات. اما الغاز الجديد ال 410 مشاكلهم ما تخلص. اي بيت خصوصا ترى احنا يعني الحمد لله رب العالمين في نعمه موجودين في هالمناطق. في ناس اللي مثلا مناطقهم ساحليه مثلا توبلي او النبي صالح او مثلا ساحل ابو صبح اللي هو المنطقه الشماليه او شرق ستره، هذه عباره بحر ودفنوه وسووا عليه بيوت. فالحين الرطوبه موجوده في الارض والرطوبه قاعده تتجدد. والبحر بعد اوريدي اكو الهبات اللي تجي تاثر على المكيفات، فدائما تصير فيهم ليكات. يعني فاللي عنده مكيف قديم يقدر يصلحه لان هذا عمره اكثر. اما المكيفات الجديده حتى لو انت قلت مثلا ترى انا بشتري لي مكيف جديد وبغني يعني وبستغنى عن المكيفات القدام لانهم ما يوفرون الطاقه، انا باخذ الجديد لان الجديد موفر الطاقه. زين الجديد صح انه موفر الطاقه بس مشاكل ماله ازيد. المشاكل اللي بيوفرها لك في الكهرباء تضطر تدفعها في وينه؟ بتدفعها في التصليح. هاي المشاكل. ال 410 هذا يكون 120 او حتى 115 في فتره الشتاء، وفتره الصيف لازم انه فوق ال 125 او 125 130 بس.
نحط في بالنا انت مثلا تاخذ الغاز وتعبي. اذا جيت بتعبي لازم تشوف الاي سي مثلا هل هو مثلا ابو طن، ابو طنين، ابو 3 طن، 3 ونص، طنين ونص. كل اي سي ياخذ كميه معينه من يعني مثلا ابو طن ياخذ لها ممكن كيلو الا ربع، ابو طنين ياخذ له مثلا كيلوين الا ربع، ابو طن ونص مثلا ياخذ كيلو وربع. الثلاثة طن او الطنين ونص تقريبا هذيل شوي يكونون متقاربين، ياخذون كيلوين ونص، ما يوصل الى 3 كيلو. في بعد احد عنده اسئله؟ الصيف قلت انت 125 125 في الشتاء. في الشتاء هذا الجديد اوريدي هو الضغط ماله واجد، مو نفس ال 22. هذا حتى لو بيقصر شيء بسيط، يعني مثلا في الشتاء 115، في الصيف 125 130، يعني كم فرقيه شيء بسيط. عليكم السلام استاذنا، الله يحفظكم ان شاء الله. بعد عقبتنا اوشكنا على الخلاص يعني. بارك الله فيكم، الله يحفظكم ان شاء الله. زين، اذا اشتغلت مثلا ونظفت مكيف في بيتكم لازم تنتبه لشغله، تنتبه لجهه الكمبيوتر. حاول قد ما تقدر ان انت الجهه اللي فيها الكمبيوتر ما تلمسها بالماء خير شر. ولو مثلا ان انت يعني غصبا عنك ان مثلا رحت بتنظف مثلا الموتور مال او بتنظف مثلا البانكه وتطفر عليها، اول شغله تسويها ان انت مثلا الاسم بندنه لا تشغله، عساك ما شغلت يوم كامل مو مشكله، بس ولا انه يخترب الكمبيوتر عندك وتصلحه ب 30 دينار. اذا عندك جهاز نفس هذا تبتدي مثلا تروح الى الجهه مالت الكمبيوتر، تحاول ان تشيل الكور البلاستيك وتنظفه، نظفه عدل يعني تتاكد انه ما فيه ولا نقطه. زين، ما عندك مثلا هذا الجهاز، زين، في اللي يستعملونه الجهال حق ينظفون شعورهم، تقلع الراس وتخليه مباشره، هذاك بعد حرارته افضل من هذا، هذاك مباشره بينظف لك منه. بس اهم شيء هو تتاكد ان جهه الكمبيوتر ما دام صار فيها ماء انا ما استعمل الكهرباء وانظفها عدل وبعدين اشغلها. تقدر تغطيها لا، بس لكن اذا انت مثلا يعني غصبا عنك يعني عن ارادتك تعرضت الى هي الشغله. زين، الادوات اللي احنا بنحتاجها اربعه، هذا كل واحد بينظف، كل واحد بيشتغل ينظف لازم يكون عنده تربال نفس هذا. هذا وش وظيفته هالتربال؟ هذا وظيفته ان انت اول شيء تشيل الفريم البلاستيك الكور تشيله، بس عاد هذا وانت شايل تكون شوي يعني ايدك خفيفه لان هذا كله لوكات. ايه اللوكات صايرين فوق، فلازم ان انت يكون عندك درج يوصلك الى ارتفاع فوق حق تقدر تشيله. وفي بعض المنازل يكون السقف نازل فما تقدر حتى تدخل ايدك حق الشيله، فهي شوي بعد نتأدى وياهم يعني البيوت اللي كنا نتأدى وياهم. زين، عقب ما تشيله تتاكد حتى اللي فيها الارقام الجهاز الديسبلاي هذا تفصل الكونكشن ماله، واذا ما ينفصل تقلعه بالسكرو وبالشيله تخليه بروحه وتلبس عليه الكور نفسها. احنا بعد اذا مرينا عليكم بنعلمكم يعني نخليكم انتم بنفسكم اللي تركبون اللي هو اربال عليه بس، وتبتدي بعدين تاكد منه عادي يعني ما تلعوز الطوف ما هذا. وهذا الجهه الماي مال التصريف تخليه في الزيله اللي فيها الوسخ، والزيله الثانيه تشحنها اللي هو الدرام الثاني تشحنه ماي تركب فيه البام بعد موجود يعني عندنا بس احنا ما نزلناه بس، وتبتدي تشتغل. بس اهم شيء النقطه اللي تحاسب اليها ان جهه الكهرباء ان ما تقرب اليها، تحتاج الى مطارتين. ترى هذه الشغله للامانه يعني فيها مدخول ما شاء الله، يعني عقبتنا يصير عندك رزق يرزقك انت وعائلتك. في واحد من ضمن اللي علمناهم وخليناهم يشتغلون سيد صديق جعفر او يعرفه جعفر، يشتغل في المكيفات، فهو يسولف لي يقول لي انا الحمد لله رب العالمين يعني انا ويا صديقي يقول لي شهريا نشتغل نطلع 700 دينار ونتقاسم. قلت له الله يوسع عليكم. اللي يقول لي شلون جاني يعني يقول لي نروح
نروح بيت مثلا، هذه الشغله اذا انت اشتغلتها بتخليك تدخل بيت الفقير وبيت الغني. فهو يسولف لي يقول لي مثلا نروح بيت مثلا يعني نحس انه مثلا يعني وضعيتهم الماديه مثلا مو اوكي، ساعات مثلا نسوي لهم الشغل ناخذ عليهم مبلغ بسيط، او ساعات ما ناخذ عليهم شيء، ورب العالمين يفتح لك ابواب رزق، ييسر امورك. يعني حتى لو مثلا انت ما عندك كاستمريه اليوم، باكر الكاستمريه هم اللي يجونك. ودائما اول ما تبتدي في الشغله دائما اشتغل انت بنفسك. احنا اول ما ابتدينا اشتغلنا 3 سنوات بدون سجل، بعدين شوي 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 حسينا ان احنا لازم انه يصير عندنا سجل حق نقدر ناخذ مناقصات. قرينا شوي شوي وفتحنا لنا الحمد لله رب العالمين. فنفس ما قلت لكم يعني اهم شيء ان انتم يكون عندكم جرأة ان انت بتشتغل في هذا الشيء. واول ما يعني اول ما بيستفيدون بيتكم. يعني اول ما بيستفيدون بيتكم، بيت جيرانكم، بيت عمك، بيت خالك، بيت اخوك، تقدر ان انت تساعدهم. اول ما بتبتدي على هالمنطقة، بعدين شوي شوي انت تقدر توسع من روحكم. والله يحفظكم ان شاء الله. واذا في احد عنده سؤال عنده استفسار، احنا كنا نتمنى ان احنا نشرح لكم عملي، بس النظري هذا اساسي، ان انت ما تقدر تشتغل لاول شيء عندك اساسيات. فاحنا قررنا يعني بحيث ان عددكم يعني مو واجد، فكل شخص له اي سي من خدمات السبحاني مجان، وهذا الاي سي هو درس عملي الى كل واحد، على اساس انه بعد اذا صار بشكل جماعي بتشتت، بس اذا كل واحد عباره درس خصوصي يعني تعلمها هو بروحه، فبيكون شوي الدرس يعني بيثبت عندكم اكثر. واذا في اي استفسار اي ملاحظات. ايه تفضل. ايه اوكي تمام. بس ما ينشفط. ايه اوكي، يعني الهاوس برا موجود. ايه زين شفط كم يوم صاروا اوكي ما تمام. زين بعدين رجع تمام. خليت فوق وخليت اه الحين اول شيء الحل وياه الحين قطع. اي الحين اكو حصلت له اي مجان له. الله يحفظك ان شاء الله. زين بشرح لك بالنسبه لهي النقطه. انت يمكن شفطت الوسخه اللي موجوده تماما، ولكن داخل المجرى في كذا وسخه له، الماء مو قاعد يمشي له، فيسحب اياه. كل ما يتقدم الماء يسحب اياه وسخه غيرها. انت اذا تبي تتاكد منه لازم انه تفتح الاي سي وتنظف المجرى. اول شغله تنظف المجرى، وبعدين الماء اللي بينزل كله نظيف مو وسخ. بس الحين انت حصلت اي سي له، الحين بتتعلم على اي سي ماله. زين هذا كارت مال خدمات السبحاني. تفضلوا. تفضل تفضل. انا نسيبه اجمعين ان شاء الله. هي التعليم ترى مو بس ليهم، حتى ليكم انتم. ايه بارك الله فيكم ان شاء الله. ايوه ايه صح هذا بنلتفت اليهم. زين هذا الريموت. زين ملا جعفر نبهنا اليها. هذا الريموت هو الريموت اللي يشتغل على كل الاياسي، الا مكيف واحد بس ما يشتغل عليه، وش الاي سي اللي هو البير، هذا ما يضبط عليه. زين هذا شلون البرمجه مالته؟ ورا في اسامي المكيفات، مستبيشي، جريس، مارتو، كاسترون، فريجو، كل الاياسي موجودين هنا. زين كل اياسي اليه اكثر من رقم، كل اي سي اليه اكثر من رقم. فانت وش تسوي؟ حافظ الرقم له اللي الحين مثلا موجود له، الشغله وتروح الى الاي سي اللي طلع الرقم ماله والشغله. يمكن مو الرقم الاول، يمكن الرقم الثاني، يمكن الرقم الثالث، يمكن ما حصلت رقم. وش تسوي؟ هذا فيه تقريبا يمكن فوق ال 100 ها فوق ال 200 تردد. تقوم تشيك واحده واحده حبه حبه، لما تسمع الطنه في الاي سي تسوي له يسمونه يعني تثبت البرمجه وتعتمد عليها وتحفظها. لو مره ثانيه او تكتبها مثلا على الريموت من ورا. ها اي او صور. بس احنا نقول يعني اذا هو كان موجود تكتبها عليه مثلا بقلم، بحيث انه مثلا ما ينشال، على اساس انه لو مثلا ضاعت
ارجع اليها. زين، الكمبيوتر هذا متى احنا نستعمل هذا الكمبيوتر؟ شوفوا، هذا هو الكمبيوتر وفي بعد الريموت نفس هذاك. هذا متى نستعمله؟ نستعمله في حال ان مثلا الكمبيوتر ما يتصلح، وفي بعض المكيفات يجي اليهم كمبيوترين، كمبيوتر في الوحده الداخليه وكمبيوتر في الوحده الخارجيه. انت اذا ركبت هذا انت بترتاح، اذا ركبت هذا انت بترتاح. من اي ناحيه بترتاح؟ بترتاح ان انت بتقلل عليك المشاكل. اذا اكتمل المكيف على حطته بتضطر ان مثلا في المستقبل يمكن يخترب عندك اللي داخل، يمكن يخترب عندك اللي فوق. وكم تصليحهم؟ اللي فوق او اللي تحت 25 دينار، واذا احد بيساعد اياك ب 20 دينار. لكن هذا اذا انت ركبته واستغنيت عن الكمبيوتر وركبت بس هذا، لو يخترب عندك ما يخترب الرديع، بس لو اخترب مثلا عقب سنه هذا تبديلته بكم؟ يمكن بحدود 7 دينار 10 دينار، يعني في هالحدود. وتركيبته سهل، اي واحد يقدر يركب، بس يقلع الفيش ورد يلبسهم مكانهم. هذا تقريبا 7 دينار 8، بس في ماركات يعني في يمكن حتى على 5 6. هذا راوكم يا جعفر اللي هو ايه وظيفة الكمبيوتر. احسنت ابو علي، وظيفة الكمبيوتر. وش وظيفة الكمبيوتر؟ الكمبيوتر انتم تشوفون فيه سنسرات وفيه وايرات. وظيفة الكمبيوتر هو اللي يفر البانكة. اول وظيفة له انه يفر البانكة اللي تطلع الهواء. الوظيفة الثانية ان في سنسرات موجودين فيه. الكمبيوتر هو اللي يعطي الاشاره حق الكمبريسر انه هو يشتغل. اذا اشتغل الكمبريسر امورها اوكي، يجي وظيفه السنسرات. السنسرات اثنين بعد مو واحد. السنسرات وش وظيفه السنسرات؟ وظيفه السنسرات انه يقيس اليك درجه حراره المكان، وهو اللي يفصل وهو اللي يشتغل. بالاضافه الى الوظيفه الثالثه انه هو يتحكم عندك بالريموت، تتحكم اذا في كمبيوتر تتحكم بدرجه الحراره، تزيد تقصر، تخلي البانكه مثلا رقم 1 رقم 2 رقم 3. زين، السوينج بعد من وظائفه، بعد هو اللي يخليك ان انت تتحكم في السوينج اللي هو الجهات مال يسموه السوينج، اللي هو تتحكم في الهواء، تبيه على فوق تبيه على تحت. والمكيفات الجدد بعد يمين ويسار. هاي الوظائف. خلاص زين. الكونكتر راوكم يا جعفر. الكونكتر بعد فيه شغلتين بعد. اذا هذا يركب عندك ربما يخترب، بس هذا يجي جهتين. خليني بفتح عليكم على اساس ان انتم تشوفون ان فيه جهتين، جهه يمين وجهه يسار. ربما ساعات مثلا اللي مركبينه لك من قبل يمكن انه هذا ابو اثنين، هذا ابو اثنين، يعني تقدر مثلا تستعمل بس جهه واحده. اذا مثلا الجهه الثانيه اوريدي ما فيها وايرات، فانت وش تسوي؟ مباشره ما يحتاج تبدله ويقول لك تعال نركب لك واحد جديد، قل له بس شيل الوايرات من هالجهه وقلهم الجهه الثانيه، امورك طيبه ويرجع الاي سي. وش حلاوته. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.